جالي عريس لقطة مفهوش ولا غلطة زي الكتاب ما بيقول. وبصراحة اتخطبت له وكانت أجمل أيام حياتي، وعدى شهر واتنين وتلاتة عمري ما شفت منه حاجة وحشة. بس لما عدى 6 شهور زي ما ظهر فجأة اختفى فجأة. قصتنا قصة حقيقية عن واحدة بتحكي مأساتها مع العريس اللي اتقدم لها، وفي النهاية لما راحوا الشيخ طلع ان الراجل دوت ما كانش عريس ولا حاجة وما كانش بشر، وهو عفريت. ناس كتيرة هاجموني ولما قلت لهم ان الجن عنده مقدرة على التجسد في شكل بشر، وقالوا لي ايه الكلام اللي انت بتقوليه دوت ومفيش حاجة اسمها كده، وازاي يعني يتجسد على شكل بشر وكمان نشوفه ازاي، ده شيء لا يصدقه عقل. بس انا قلت لكم ان انا هجيب لكم قصص حقيقية بتصحح كلامي ده، بتوضحه ليكم، بتقول فعلا ان الجن عنده مقدرة على التجسد في شكل بشر، وده اللي حصل في قصتنا. طب ايه التفاصيل؟ احنا هنحكيها في الفيديو ونقول بسم الله. قصتنا بتقول العروسة بتحكي بتقول ان هو في يوم ظهر عريس زي ما بيقول كده، زي ما بيقول الكتاب، كل حاجة حلوة فيه، شكله جميل جدا، ظروفه المادية كويسة جدا، كل حاجة كويسة فيه، يعني ما فيهوش ولا غلطة زي ما بيقولوا كده. مهما قعدت اشرح لكم واوصف لكم فيه ولا غلطة. وفعلا هي اعجبت بيه جدا وهو كان متعلق بها جدا وبيحبها جدا، وتمت الخطوبة. بتقول ان هو كان في الفترة دي كان جميل وطباعه جميلة جدا، وكان والدة العروسة كعادة الحموات يعني في الأسرة المصرية كانت بتعزمه، وكانت بقى بتعزمه بما ان العريس بقى تمام ومية مية وهيبسط بنتها، وعلشان ان هي تبان بقى الحما الصح بقى الحلوة دي، ان هي كانت بتعمل ولايم على السفرة، يعني بقى كل ما تشتهيه الأنفس. فالعروسة بتقول انا كنت بلاحظ واحنا قاعدين على السفرة حاجة غريبة جدا في العريس، ان عينيه ما بتبربش خالص، ثابتة زي ما انتم شايفين كده. دي لحظتها فقالت يمكن انا بتهيألي، يمكن مش واخدة بالي، بس لما كانت بتدقق ما بيبربش، فقالت يمكن تعبان، ولا كانت بتدور له على اي عذر او مبرر، لان عمر ما دماغها توديها في حتة تانية. بتقول ان انا لاحظت شيء عجيب اكتر واكتر، ان هو لما كان بياكل قدامنا بياكل والاكل عاجبه تمام ويمسح الاطباق قدامنا، بس لما كانت والدتها بقى بعد ما بيخلصوا الغدا وبيقوموا، ان هو لما كانت بتشيل الاطباق بتاعته، الاطباق زي ما هي، ما كانش منها حتى فتفوتة رز، الرز زي ما هو والاكل زي ما هو. طب ازاي ده؟ احنا شايفينه كلنا مش انا لوحدي ان هو بياكل وبياكل زينا. طب ايه ده؟ طب الاطباق بتاعته زي ما هي وما نقصتش ولا حبايه. وفي نفس الوقت بتقول ان ساعات كده زي عادة العرسان ان مثلا بيمسكوا ايد بعض ولا حاجه. قالت لما كانت ايدي بتلمس ايديه ان كانت بتلاحظ ان جلده بارد، جلده مش ناعم كده زي جلد البشر ولا دافي، لا جلده فيه نوع من البروده وخشن نوعا ما، مش ملمس جلد البشر. ومش بس كده، كمان بتقول ان هو احنا قاعدين كان مره كده يعني واحنا قاعدين يختفي فجأة وبعد شوية يظهر من تاني. فكانت بتقول له انت بتروح فين؟ يقول لها لا اصل انا طلعت اشرب سيجارة، لا ده انا رحت اشرب فنجان قهوة. كان بيعمل لها اي حجة، اتكلم في التليفون اي حاجة، فزي ما كان بيظهر بيختفي كان بيظهر، وهي كانت مش قادرة تفهم الحاجات الغريبة اللي هو كانت بتحصل منه، بس كانت بتعديها لان هي اصلا مش قادرة تفسر ولا تبرر المواقف اللي هو بيعملها. واللي مش هي بس اللي شايفاها، لا ده كمان شافتها وعاشتها وحستها هي وأسرتها. بتقول عدى شهر 2 كان جميل وبيهزر وبيضحك وكل حاجة تمام معانا، راية معد 6 شهور وزي ما ظهر لينا فجأة اختفى فجأة. قعدوا يدوروا عليه في كل الأماكن اللي يعرفوها واللي حواليهم، مفيش حد يعرف عنه أي حاجة، مش لاقيين له أي أثر، زي ما بيقولوا كده فص ملح وداء، اختفى تماما. طبعا
ما استسلموش ولا وقفوا قالوا راح في داهية خلاص هو اختفى يعني هو ما فيش غيره. لا، كان الموضوع فيه شيء من الغموض. عشان كده بعد فترة بحث طويلة جدا راحوا الشيخ، والشيخ حكوله، قالوا على كل حكايته من ساعة ما ابتدى وكل المواقف اللي كانوا عايشينها معاه واللي شافوها منه واللي ما كانش ليها أي تفسير لغاية ما اختفى فجأة. وهنا كانت الصدمة الكبيرة. الشيخ قال لهم بعد ما سمع كل الكلام ده، قال لهم ايه؟ قال لهم ان ده مش بشر. ايه؟ يا لهوي مستهوي، امال ده ايه يا شيخنا؟ قال لهم ده كان جن. ايوه جن. طبعا كانوا في حالة من الصدمة، ازاي يعني جن؟ ده كان عايش معانا وبنعزمه وبنتكلمنا وبيهزر ويضحك وكل حاجة تمام 6 شهور. قال لهم ايوه، ما هو الجن فعلا عندهم مقدرة على التجسد في شكل بشر، ومش بس كده، ده كمان ان هم ممكن يروحوا يخطبوا ويتجوزوا، وايوه فعلا يتجوزوا ويبقى المرحلة متطورة اكتر من كده. ويمكن البنت دي ربنا نجدها من ان هي توصل المرحلة دي ويعيشوا مع العروسة عادي خالص لأنهم بشر وشايفينهم بشر، هو راجل قدامهم وتمام وعريس والدنيا حلوة. يعني كده الواحد بقى يشك في أي حد يجيله ويجيب له شيخ هو داخل بقى العريس هو داخل ونقرأ عليه القرآن نشوفه دوت جن ولا ايه بالظبط. بجد شيء مرعب جدا. محدش بعد كده يجي يكدبني ولا يناقشني في المعلومات اللي انا بقولها لما قلت ان الجن عنده مقدرة على التجسد في شكل بشر وان كمان يظهر لينا. اتفضلوا، ده وصلوا لمرحلة تانية انه يخطبوا ويتجوزوا. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. كمان يا جماعة انا حبيت ان انا كمان زي ما بقول في كل حلقة ان احنا نحصن نفسنا بالقرآن. فطبعا ده خير حافظ، الله خير حافظا هو أرحم الراحمين، والقرآن خير حافظ طبعا لينا وكلام ربنا. ناقصين وسورة قل هو الله أحد، وكمان سورة البقرة لازم تقروها كل يوم، بتحصنكم بتحميكم من أي حاجة وحشة. وآية الكرسي صدقوني مش هتاخد منكم وقت، انتوا بتضيعوا اوقات كتيرة يمكن اليوم كله على الموبايل في حاجات تافهة، دي حاجات تحصنكم وتحميكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم من شر كل حاجة وحشة. سلام، وانتظروني في مواقف جامدة جدا جدا وأحلى كلام في قناة بترا.